تخيل حضرتك لما تبقى مهندس معماري محترم ومكلف بتصميم وتنفيذ مبنى مهم جدا، ويجوا الناس يسألوك: يا ترى يا باشمهندس المبنى ده هيخلص في قد ايه؟ تفكر شوية كده وبعدين تقول يعني بعد حوالي 140 150 سنة. نعم، ايوه، بالظبط كده. ده اللي حصل من المهندس المعماري الاسباني أنطوني جاودي أثناء بناء كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة. وكان حجته دايما إن العميل بتاعه مش مستعجل. طب إيه الحكاية؟ وليه البنا طول بالشكل ده؟ وليه لحد دلوقتي ملايين بيزوروها وهي تحت الإنشاء؟ تعالوا نحكي حكاية كنيسة العائلة المقدسة أو بازيليكا دولا ساجرادا فاميليا. صلي على النبي. مين جودي؟ أنطوني جودي المهندس المعماري اللي لو كان اتولد في عصرنا كان زمان راكب الترند المعماري حول العالم. شغله كله مزيج بين الجنون والعبقرية، ورائد من رواد الارت نوفو. كان بيشوف الطبيعة مش بس مصدر إلهام، لا، ده كان بيصمم منها وعلى طريقتها. يعني بدل ما يرسم عمود يبص على جذع شجرة، عايز يعمل سقف يبص على جناح خفاش، عايز يعمل قبة يبص على قوقعة بحر. راجل كان بيصلي وهو بيصمم وبيصمم وهو بيصلي. يهودي لما استلم المبنى قال: أنا مش هبني كنيسة، أنا هبني كتاب معماري يحكي قصة الدين والطبيعة والناس كله مع بعض كده. أنا عايز اللي يدخل الكنيسة دي يبقى عايش جوه الكتاب المقدس، يقرأ الأحداث من الجدران ومن تشكيل الأرشات ومن الأسقف والأرضيات. استخدم نظام إنشائي معقد جدا يسمى كاتينري أرشز أو أقواس السلسلة. كان بيوزع الأرشات بتاعته في البلان ويحدد حجم الكتل الحجرية ووزنها ويركبها في سلاسل، ويعمل كل ده في مجسم ثم يقلب المجسم لفوق، وتتدلى السلاسل دي مكونة لأشكال جديدة. طبعا النظام ده كان بيخلي القرش أو القبة أو البرج يوازن نفسه تلقائيا. طبعا كان بعد ما يركب المجسم بالمقلوب تتدلى منه السلاسل، يصوروا ويعدلوا ويبدأ ياخد منه شكل معماري للأرشات. كانش عنده كمبيوتر، كانش فيه برامج كاد، لكنه كان شاطر جدا في الرياضيات، وكان قادر انه يحول خيالاته الإبداعية إلى مخططات ورسومات هندسية. واخترع طرق تخلي أي حد في المجال يسقف له وهو ساكت. إنشاء المبنى بدأ في مارس 1882 على إيد المهندس المعماري فرانسيسكو دي باولا ديل فيلار، اللي كانت خطته بناء كنيسة على الطابع القوطي اللي كان معتاد وقتها. لكنه استقال وساب المشروع بعد سنة بالظبط، وجودي استلم المشروع في مارس 1883 وعمره 31 سنة. ومن وقتها قال: أنا هديها كل وقتي. وفعلا آخر 15 سنة من عمره عاش تقريبا كامل حياته جوه الكنيسة، يصحى يفطر يصلي يرسم يصمم يشرح للعمال وينام آخر الليل جوه الورشة. واستمر على كده لغاية ما مات سنة 1926 واتدفن جوه سرداب الكنيسة. وقتها كان أقل من ربع المشروع فقط اللي خلص، لكن المشروع تعرض إلى معوقات كتير أخرته طبعا، زي الحروب، نقص التمويل، ضياع بعض رسومات جودي الأصلية بسبب إن الثوار أثناء الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936 دخلوا إلى قبو الكنيسة وأشعلوا فيه النار، فدمروا جزء من مخططات جودي الأصلية واللي احتاجت عمل لمدة 16 سنة بعد كده عشان فقط يجمعوا الأجزاء المفقودة دي. طب يا ترى إيه الكونسبت والرمزية اللي ورا المبنى؟ وده المهم في موضوعنا. الحقيقة إن كل جزء وكل حجر وكل حرف موجود في الكنيسة له رمزية معينة، اللي لو حبينا نتكلم عنها بالتفصيل هنحتاج وقت طويل جدا. فالمبنى مش مجرد كنيسة وخلاص،
المبنى عبارة عن قصة محفورة من الحجر، حتى إن في آراء بتقول إن شكل الأبراج مأخوذ من شكل سنابل القمح، بدلالة على الخبز اللي كان موجود على مائدة السيد المسيح في العشاء الأخير. لكن تعالوا نتكلم عن الكونسبت بشكل عام. البلان أو المسقط الأفقي عبارة عن صليب، كعادة جميع الكنائس اللي بنيت حتى بدايات القرن الماضي وظهور العمارة الحديثة وأفكارها المتطورة. الواجهات الثلاثة بتحكي مراحل حياة المسيح طبقا للكتاب المقدس. الواجهة الشرقية واجهة المهد أو الميلاد، الواجهة الغربية واجهة الصلب أو الآلام، والواجهة الجنوبية واجهة المجد أو القيامة. المميز بقى في المبنى ده إنه بيتكون من 18 برج. 12 برج بيمثلوا الرسل أو الحواريين متوزعين عند المداخل في الواجهات الثلاثة، وأربع أبراج بيمثلوا الإنجيليين أو أصحاب الأناجيل الأربعة، وبرج بيمثل السيدة العذراء، وأعلى برج اللي هيبقى في وسط الكنيسة وفي قلب الصليب بالظبط بيمثل السيد المسيح، واللي هيكون ارتفاعه بعد الانتهاء منه 172.5 متر. حد هيسأل اشمعنى الارتفاع ده بالذات؟ علشان يكون أقل بنص متر من ارتفاع المونتجويك في برشلونة، لأن جاودي كان عنده اعتقاد إن صنيعة المخلوق لا يجب أن تجاوز صنيعة الخالق. ونلاحظ كمان إن طريقة نحت التماثيل عند المداخل المختلفة لا تتبع أسلوب واحد أو ستايل واحد، لكن بتخدم فكرة المكان اللي هي موضوعة فيه. نجد التماثيل فوق الواجهة الشرقية اللي هي واجهة المهد أو الميلاد منحوتة بشكل ناعم ودافئ جدا، لكن التماثيل أعلى الواجهة الغربية اللي هي واجهة الآلام أو الصلب منحوتة بشكل حاد وفيه قسوة وبشكل ينقل إحساس الألم للمشاهد. الخلاصة يا سيدي الفاضل إن كل حرف، كل تمثال، كل منحوتة، كل حجر في هذه الكنيسة له معنى، وبيخدم الرسالة الدينية للمبنى من غير ما يقولوا ولا كلمة. يعني ممكن تتفرج على الكنيسة وانت بتزورها زي فيلم وثائقي صامت، بس هتحس كل مشهد في الفيلم. طب ليه المشروع طول؟ أول سبب لا شك التعقيد المعماري. طبعا جودي كان عامل تصميم يعني لو شافه مهندس إنشاء حديث أكيد كان هيبلغ عنه. تاني سبب التمويل، لأن من ساعة ما بدأ إنشاء المبنى وحتى الآن المبنى بيعتمد على التبرعات فقط. ثالث سبب إن كل جيل يجي يكمل المشروع بيحاول يترجم رسومات جودي اللي هو ما رسمهاش كلها. طبعا يعني المشروع بقى عبارة عن بازل معماري بيحاولوا الناس يجمعوه، وكل سنة قطع تكتمل. طب ايه الوضع الحالي؟ حاليا الكنيسة قربت تخلص، والمخطط انه كان يتم افتتاحها في عام 2026 بمناسبة مرور 100 عام على وفاة جودي. بس زي ما هو واضح ان حتى كورونا دخلت على الخط وقالت ان مش بس جودي اللي مش مستعجل، فواضح ان الافتتاح هيتأجل رغم انه لم يعلن عن ذلك رسميا. بس الغريب ان الناس بتحب تزور الموقع والكنيسة وهو ما زال تحت الإنشاء. الكوميدي في الموضوع ان تصاريح بناء الكنيسة صدرت ولأول مرة بتاريخ 7 يونيو 2019، يعني بعد مرور حوالي 140 سنة من بدء الإنشاء الكنيسة. وأخيرا يعني حضرتك تخيل إن مهندس معماري يشتغل في مشروع ثم يموت وتيجي أجيال تكمل المشروع من بعده، ولكن لا يزال المشروع ينسب إلى اسمه. جودي حرفيا بقى رمز للمهندس اللي بيشتغل وهو ميت. وهكذا يا عزيزي المحترم تخلص حكاية مبنانا رغم إن المبنى نفسه لسه مخلصش. لكن اللي أقدر أكده لك إن أي مهندس معماري محترم هتلاقيه معجب جدا بالمشروع ده لسببين. أولا إن المبنى فعلا قطعة فنية رائعة الجمال وهيكون من أجمل مباني العالم عند الانتهاء منه. ثانيا إن كل مهندس معماري نفسه يعمل الحاجتين المميزين اللي عملهم جودي. إيه هما؟ إنه يعمل مشروع جميل يبقى هو الماستر بيس ليه والناس تفتكره بيه بعد وفاته، وإنه يلاقي العميل اللي مش مستعجل ويفضل يضغط على المهندس المعماري ويسيبه يشتغل براحته.